تحية لكل متابعينا ومشاهدينا. الأهلي المصري والعين الإماراتي قمة عربية أفرو آسيوية بنكهة عالمية، انتهت لمصلحة الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، جرت على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس انتركونتيننتال. الزميل العزيز المحجوب الزاكي تابع اللقاء. تحياتنا لك اهلا وسهلا استاذ عمر، مرحبا بجميع متابعين. طبعا المباراة كانت قوية بين الفريقين بالامس في استاد القاهرة الدولي الذي امتلأ عن بكرة ابيه تقريبا اكثر من 50,000 متفرج، منهم 1000 او 2000 متفرج من نادي العين الاماراتي. صافرة اللقاء عن طريق الحكم التركي، الفريق الاهلي دخل مباشرة في صلب الموضوع. اول ربع ساعة تقريبا لم يستطيع فريق العين الاماراتي مجاراة الفريق المصري، لانه كما قلت في ارضه وبين جماهيره استطاع ان يضغط بشكل كبير جدا. سجل 3 اهداف، اولهم عن طريق اللاعب وسام ابو علي بعد خطا فادح مشترك بين الدفاع وحارس المرمى، الثاني في الشوط الثاني عن طريق اللاعب امام عاشور، والثالث عن طريق ضربه جزاء عن طريق البديل اللاعب نجدي أفشال. يستطيع فريق الأهلي أن يضيف لقب ثاني في خزانته المملوءة والمرصعة بالألقاب الأهلي المصري ويفرح جماهيره مرة أخرى. إذن نقول مبروك للأهلي المصري وهارد لك لفريق العين. شكرا زميل محجوب. شكرا أستاذ عمر.